ونعاودوا نستغلوه. حول الوضعيه هذيا معنا في التليفون سي صالح الصباعي. مرحبا يا عم صالح. صباح الخير، تحياتي سمير عبد الرحمن. كما ذكرت الوضعيه معناها تو تقريب وضعيه اصبحت شائكه للامانه خلينا نقولوها. نتحدث سمير عبد الرحمن اليوم تحديدا على احد المراسم الهامه مع ترتيب حي بيون قدم خدمات مشكور فيها الناس الكل، وهي معناها الجهاز البلدي والفضاء تاع قصر البلديه هذا، مع التذكير وانه هذا معناها يدي تقريبا منذ اكثر من 100 سنه منذ زمن الحمايه الفرنسيه موجود موجود في موقع استراتيجي خارق العاده. بنايه معناها عندها معناها طابع سبيسيفيك نتاع لوحه معناها فنيه صحيح مزيانه، لكن خلينا نقولوا كونتر بارتي زاد واقعيين فيها معناها العديد من الفضاء الدنيا اللي مش بالداعي للسقوط. عم صالح عم صالح عم صالح عم صالح حتى نتهدد مش العاملين فقط عم صالح في الاداره، انما حتى خارج المحيط تاع اداره ممكن واحد اختلفت مؤخر الاراء. ثم يقول لك اخوي نسال الله تعالى اخرى، ثم يقول لك معنا نعملوا فيها لمسات معناها نتاع اضافات وتبقى معناها بالشكل نتاعها. احنا دورنا جميل عبد الرحمن لازم نكونوا محايدين باش نعطوا الاطراف كل الحق معناها في تدخل وجهه نظر المختلفه. يحضر الى جانب الدكتور احمد عم صالح ممثل على المجتمع المدني اللي باش يدلي بدلو في الموضوع. يا عم صالح تسمع فينا عم صالح ولا ايه؟ عسلامة اخوي عبد الرحمن. مرحبا يا سيدي. يعيشك. اليوم اختلفت الاراء بين الناس تقول لك خلينا نعاودوا نبنيو من الجديد، بين الناس تقولوا ليه خليو قصر القصر البلديه على حاله والا رموه نستغلوه متحف. والله ما اختلفتش الاراء بين الناس، ترى اختلفت الاراء ما بين الناس من جهه وما بين المجلس البلدي من جهه اخرى باش نكونوا متفاهمين. معناها هناك شبه اجماع في حاجب العيون اللي المرفق هذا اللي القصر هذا اللي هالمعلم المعماري التاريخي اللي يمثل جزء كبير من ذاكره حاجب العيون يلزم يبقى، لكن في غياب تواصل البلديه مع مساكنيها كعادتها، في غياب الحوكمه المحليه اللي تقوم على التشاركيه وتبادل الاراء، فإن البلديه متعنته تحب تطيح سياسه الهدم، سياسه محو الذاكره ودازين على قدامك. اهو شو سياسه محو الذاكره؟ قويه برشا ككلمه. راهو اليوم عندنا سياسه كامله باش نحيو ذاكره حاجب العيون. حاجب العيون اليوم مازال فيها من المعالم القديمه زوز بنيات اللي هي بنيه المعتمديه واللي هي بنيه البلديه، وناويين الزوز يهدوهم، يحبوا مدينه بدون ذاكره، يحبوها مدينه اونديري ولدت البارح بالياجور الاحمر والسيمان القري. انتم مدينه مضروبه في القدم. حاجب العيون حاجب العيون مدينه قديمه قديمه جدا معناها. واضح. اليوم البلديه هذه معلم تبنيها عام 1897. واضح. ناس اخرين في بلايص اخرين هذا يسمنوه ويرعووه المعلم هذا مش يهدوه ويبنيوه في بلاصتو بنيه بالالومنيوم والبلوك نتاع البيتون ارمي. باهي اللي حبيت انا نعرف انتم كمجتمع مدني شنو الاقتراح نتاعكم؟ اقتراح متعدد، الاقتراحات متعدده اللي هم قلنا لهم فما تجارب صارت في مرسي وقت اللي ولت مرسي كابيتال كولتوريل، خلاو لي فساد وطيحوا المنتالي، ما اللي فساد حبوا عليها باش يبقى الطابع القديم. قلنا ابنيو في بلاصه اخرى، وذيك جيبوا دي اكسبير دي فري اكسبير مش اكسبير نتاع جيب دي اكسبير نتاع بنيات خدم نتاع على خاطر في البلايص الكل زعما البلديه نتاع الحاجب اقدم من البلاد العربي في القروانه اللي قاعدين يرموا فيها كل نهار. واضح. به خليك معي سيدي. معنا في التليفون الثاني سي حسن الزايدي رئيس النيابه الخصوصيه حاجب العيون. مرحبا سي حسن. مرحبا يا عبد الرحمن. نشكرك على تدخلك معنا سي حسن. كنت تسمع اليوم بعض الآراء من المواطنين اليوم حول كيفية التعامل مع قصر البلدية. قصر البلدية سي عبد الرحمن نحب نوضح للسيد المتدخل هذا انه ما ثماش انقسام رأي بين البلدية وبين المواطنين، وانما الانقسام بين شقين من المواطنين، والبلدية ما هي كان وسيط خير بيناتهم الاثنين. وعدم التشاركيه وعدم الواحد السيد المتدخل هذا هو بيدو حضر معنا تقريبا في مرتين في جلسات. احنا خلينا نتكلموا الواقع. يبدو لي حب حاجب العيون ولا مقتصر على بعض من الناس هذوما في بالهم اللي عامين ونص وهم مشكورين توا بما فيهم الدكتور المتدخل
مشكور وقت اللي وقفوا الموظفين 3 مرات وقفات احتجاجيه على انه البنيه مش تطيح على رؤوسهم، هو ساندهم يكثر خيره مشكور. وهو يعرف اول الناس انه داخل البلديه الكل ايل للسقوط، والفساد بالذات ايل للسقوط دون لي دو سونس. البلديه نتاع حاج بلايون الناس الكل احنا كلنا ولاد حاج بلايون ولا توسي نوستالجي اونفير الفساد هيك. لكن يا سي عبد الرحمن كيف يجيك تقرير من الحمايه المدنيه وتقرير من وزاره التجهيز وتقرير من المهندس المعماري يأكدوا انه لا يمكن اعتماد الفساد هذه مرة أخرى ولو ترمم، لأنه تعرف البلدية متاعنا احنا ريت شوسي، البلدية جديدة مش تكون اير بليز دو. ماذا بينا لو كان الفساد هذه تبقى ونحافظ عليها، لكن تقنيا تكنيكمون لا يمكن اعتمادها. اقترح البلدية المقترح اللي اقترحوه الأخوين مقترحوه امس. انا امس من وصل لي المقترح هذا، صار البارح المقترح هذا. لا استنى على الدكتور، خليك معي نسمع فيه المقترحات هذه، نسمع فيها شبهيه، ما جاني حتى شيء مكتوب. خليك معي. ما نحبوش نعملوا، ما نحبوش. خلينا نكمل لك بالدقيقه برك يا عبد الرحمن. اي سيدي. ما نحبوش المزايدات السياسيه في امر يخص لا سيكوريتي دي بيرسون ودي بيرسونيل اللي هم مشكورين يخدموا تحت الضغط نتاع بنيه كل لحظه تطيح عليهم. البارتيري مش تطيح هذه تقريبا هي اقل من 50% من البلديه اللي اكزيستون، على خاطر البلديه مش الكل مش تطيح. عندنا الحاله المدنيه اللي هي مش تطيح، وعندنا القاعه الاجتماعات الكبيره مش تطيح. واضح. شو اليوم انت نحاولوا انا سي حسن ونشتوا البلديه بين الواحد. انا بيناتنا سي حسن كي سمعت تصريحات الدكتور وسمعتك انت وكانه فما اشكاليات اكثر من هكا شويه، فما اكثر من اختلاف نتاع راي ومقترحات. ما نسيسويش الحكايه ومن بعد يقولوا لنا سياسه طمس تاريخ حاج بالعيون، وكانه المشكل اكثر من هكا سي حسن. اعمق من هكا في حاج بالعيون بالاف الكيلومترات. واضح. اعمق من هكا. خليك معي سي حسن. دكتور قال لك ما جاني حتى شيء كتابين، كلها كانت مقترحات شفاهيه، ما جا حتى شيء كتاب. جينا في سياسه البيروقراطيه وعدم التوازن. هاو يسمع فيك. اكتب لي حاجه يا ولدي. نورمالمون مساله بهذه الاهميه. السيد الرئيس النيابه الخصوصيه المنصبه يدعو العباد باش تجي تحضر وتدريب. هاو اسالوا انت، هاو معنا الدكتور ويسمع فيك سي حسن ويسمع فيك الناس الكل، خاصه اللي يسكن في حاج بالعيون. اسالوا اسكو اليوم عمل دعاء للعباد الكل والا اللي يسالوا هاو يسمع فيك هو ديجا سي حسن. لا ما دعاش، انا ولد الحاجب ونعرف هذه الاولى. بلا مش نجاوب على دعيت سي حسن. خلينا نسمع، خلينا نمشيو نقطه ما يسالش. خلينا نمشيو نقطه. مساله انه دعاء وما دعاش هذه اللي مش يثبتوا محاضر جلسات موجوده. دعيت قداش جلسات موجوده استدعينا فيها المجتمع المدني في كل شقيقه ورقيقه تخص البلديه، لكن الاسباب اخرى ثم ناس ما تحضرش، ثم ناس تحضر للتهميش. شنو نجموا نعملوا اكثر من هذا؟ خلينا كيما يا سي احمد الله يبارك لك عايش، خلينا نتكلموا معك كل يوم. عايش كويس. اذا كان احنا نحبوا نكونوا موضوعيين مع انفسنا ومع الناس، واضح، نتلموا الناس الكل في قطار البلديه. دعيت للموضوع البلديه وما نحضروش لي زيكسبير اللي ولا توا مشكوك في امرهم. انا ندعو الدكتور احمد التريفي يجيب هو الاكسبير، يجيب هو نجيب يا سي حسن، ما فماش قلق. جيب يا سي احمد، جيب. اذا كان يقول لك راهو الفساد هذيك اللي راهو انت ماكش كان انت تحبها الفساد هذيك يا سي احمد. لا الناس الكل يحبوها يا حسن، مش نزيدوا. الكل يحبوها ونحبوا الناس الكل يحافظوا عليها. من النقطة اللي حبيت نجاوب عليها من كلامك السابق، رانا ما فماش مزايدة بحب الحاج، كلنا ولاد الحاج وكلنا نحبوها، وكل واحد ابي سفاسون نعرف هذه دوتر. بالله نحى موضوع السياسة على خاطر ما فماش موضوع السياسة، ما فماش حتى جرام موضوع السياسة في الموضوع. ان شاء الله يا دكتور، ان شاء الله. يسيروا بيان والله، يسيروا بيان. الناس اللي تدعو يا حسن، داير الناس اللي تدعو باش الفساد تبقى والا باش البلدية تبقى من جميع الالوان وجميع الاطراف، ما فماش طرف بعينه. الناس الكل ناس في طرف معين تلقى ناس معاه، وفي الطرف الاخر تلقى ناس معاه، برشا ناس معناها من جميع الالوان والاطياف السياسيه. دونك ماهوش موضوع مزايده والا موضوع ناس تحب تشكل في السياسه. هذه دوت سلف حاجه بالله. اليوم يا سي حسن
وقت اللي انتم وبالله ذكرت على حكايه رانا سندنا يسندنا ومش حاسمين نساندوهم طبعا انا معاك خير. لا دكتور ما تخليش الميموار كورس نتاعك، انا وقفت بجنبك انا وقفت بجنبك. لا ننكر يا اخوي احسن، لا ننكر انه هذه البنايه متداعيه للسقوط، عليها نحن قلنا جديده، قلنا راهي متداعيه للسقوط، لكن قلنا اسكيليا انوتر الترناتيف بخلاف الهدم موجوده او غير موجوده. اليوم مديتوا لنا رابور نتاع حمايه مدنيه، الحمايه المدنيه ديزيكسبير في المعالم الاثريه والتاريخيه والتجهيز. ما هم قلنا راهو فما شركات ونعطيك حتى بالاسم ونعطيك المرجعيات نتاعهم بدون صلاة، شركات مختصه في ترميم مثل هذه البنايات، ونعطيك حتى مراجع يجوا يشوفوها، وكان لازم الهدم الا غالب الا غالب، واذا كان لقينا امكانيه للترميم بركوابا مسألة ما يشخصية نجموا به خلينا نقدموا قدام به سحمد اغزر شنو نعملوا باش نقدموا شويه ونكونوا عمليين. سي حسن نجموش سي بوسيبل نعرفوا تو ترصدت فلوس زاده كبيره من البلديه على اساس باش تعاود منه الكل، لكن اسكو سي بوسيبل نعاود نقول اسكو سي بوسيبل نجموش نشوفوا دوتر اكسبير اللي عندهم فكره في عمليه الترميم حتى من المعهد الوطني للتراث، حتى من المعهد الوطني للتراث ديما نسيست بها على النقطه هذيا، ونزيدوا ناخذوا انافي اخر مثال سي بوسيبل سي حسن. سي بوسيبل المجتمع المدني ما تحطوا على بلديته باش يتكلم عليها وباش يدافع عليها وباش يرممها اذا كان ثم امكانيه ترميم. عمرنا ما نرفضوا الشيء هذا لانه اون في بارتي من المجتمع المدني. الناس تحب تلبسنا كاسكيت نتاع البيروقراطيه، ولا احنا ما تولدناش في البيروقراطيه. انا عندي عامين ونص نخدم في العمل البلدي، ما عنديش 5 سنين نخدم فيه. واضح. البلديه نتاع الناس الكل اللي يحب يعاون البلديه يدخل البلديه ويعاون. يعاونها من داخل البلديه، ما يعاونهاش من خارج البلديه. من خارج البلديه مريت جاب لنا كان المشاكل وكان تاخير المشاريع وكان اكثر انسان نحترم فيه مطالبته الدائمه والدؤوبه للتنميه في حاج بالعيون هو الدكتور احمد السريفي. مي بارفوا الدكتور يتعسف علينا ويطلق علينا احكام. كنت نتمنى كصديق حتى ما يحبش يدخل البلديه على خاطر انا فيها نتفاهموا من حق، حتى في الشارع نشرب انا وياه قهوه ونفهموا الملف كامل جامل نتاع قرار البلديه، كيفاش تعملت دراسات، كيفاش تم تلميذ الفلوس، كيفاش تعمل وين وصلنا في المراحل نتاع انجاز المشروع هذايا، ومن بعد تالي ناخذوا قرار اللي يرضي حاج بالعيون. احنا واش نعملوا سي حسن واش نعملوا؟ اسمع فيا سي احمد ناخذوا اغزر شنو نعملوا؟ خلينا نفوتوا لقدام نكونوا عمليين اكثر من هكا، وهذا متاكد منهم حبه حاج بالعيون نتلمكم الزوز، تقعدوا مع بعضكم انت وسي حسن تطلع تاخذوا فكره دو ا جوسكا زيد من الاول للاخر، كل ديتاي يهم في المشروع هذايا تاخذوا عليه فكره كامله نوار سير بلون. او يسمع فينا سي حسن، ومن بعد نقدموا انت كخويا كممثل المجتمع المدني اطراف من المجتمع المدني وسي حسن كرئيس النيابه الخصوصيه باش نجموا القدام. نشكركم الزوز على تدخلكم معنا سي احمد.